مساء الخير، انا حلمي. المره اللي فاتت جربت اعمل بان كيكس ونجحت نجاح عظيم، عشان كده هعمل حلقه تانية. المره دي هنعمل وصفه ايطاليه جدا وهي البيتزا. ليه؟ لان انا كنت كل ما اخش محل في ايطاليا، في ميلان بقى، في فلورنس، ايا كان، اسالهم البيتزا دي مين عملها، يقولوا لي ده شيف جوه مصر. فاخش الاقي مصري فعلا من طنطا ويقعد يهزر ويتكلم وبتاع وحوارات. فالنهارده مش هنحتاج نتعرف على ناس مصريين بره مصر، مش هنحتاج نسافر ايطاليا، النهارده البيتزا هتجيلنا. اسماء مين يا استاذ يا محمد؟ اسماء فين؟ اسماء نزلت تتمرن. نزلت تتمرن فين؟ يعني مش عارف والله، بتتمرن تأديف اكيد في النيل. وانت بتعمل ايه؟ بعمل بيتزا. تعالى بقى ايه، هتدوق احلى بيتزا في حياتك. لا ده انا فظيع، ده انا طباخ اصلا. ما انت جيت للشخص الصح. طيب قبل ما افصص التوم، محمد نجم مسرحي كبير، بيمثل مسرحي انا بحبه جدا. بتصور؟ مش عارف. فانا بحب جدا ان هو ايه، يجي يزورني كام وقت تاني يشوف الطبخات، عشان هو ذواق، هيقول لي الاكل ده مظبوط ولا ايه مش مظبوط. بصراحه انا جاي عشان اسماء. هنشيل الجزء ده في الايديتنج عادي. فين اسماء؟ انا ممكن اساعدك برضه. ماشي. يلا بص انت عايز ايه؟ هقول لك، انا عشان بقت بتهرب من حوار البصل ده، فتساعدني ايه في تقشير البصل. ولو اتزنقت عينك دمعت بتاع ايه، انا مجهز كل حاجه. هو انت فاكر ان البصل بيخش في العين؟ ما مناخير؟ مناخير. اعملها كده. طبعا انا كنت عايز اسماء. يا محمد بقى والله العظيم لو موجوده مش هخبيها يعني. انا بعمل اكل عشان انجز، عشان هي ترجع تستخدم المطبخ. انا هسيب لك بقى دي تختص بقى في البيتزا. ماشي. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. عادي، الصحاب بيجوا ويروحوا. فنرجع لموضوعنا، التوم طبعا ايه اهم حاجه نقشره الاول، وبعد كده ايه مش محتاجين ايد الهون دي بتاعت الناس اللي ما بتعرفش تطبخ. البصل ده بقى ايه حاجه مزعجه جدا. كان بيتقطع ازاي؟ البصل ده عذاب قوي يا جدعان. النضاره اللي ايه استخدمها، عرضتها على مو مرضيش، بس هو قال لي ان البصل مش بيخش في العين. هنعرف دلوقتي كلامه صح ولا لا. لا والله عيني احسن، حاسس ان انا عادي شايف تحت يا لهوي ايه يا جدعان الدراما دي. هناخد بس قطعتين او قطعه، عشان ايه انا ابتديت انزعج من البصل ده. انا مش عايز بصل بعد اذنكم تاني، مش عايز وصفات فيها بصل بعد اذنكم. اهم حاجه التقطيع السريع في البصل. انا مش قادر اعمل ميني بيتزا والبتاع دي تتشبط. يعني هتروحي فين؟ نحط ايه الزيت، ما ولعناش العين، ما وصلناش الفيشه. طبعا دلوقتي حطيت الفيشه بتاعت الاضاءه مع فيشه البوتاجاز وحاجه ايه اخر دمار. احنا كده عندنا البصل جاهز. نراجع تاني الوصفه. اهم حاجه في البيتزا نراجع اللي قلناه، ايه الصوص اللي فوق. البيتزا ليه احسن في ايطاليا؟ ايوه عشان الطماطم اللي مزروعه في ايطاليا احسن من الطماطم اللي مزروعه ايه هنا. هي اذواق، بس هي بتبقى احسن، طعمها احسن. بعد كده بنعمل ايه، بنقطع الثوم والبصل ونحطهم ايه جنب بعض. هو اصلا انت مش هتاخد بالك الفرق بين الثوم والبصل، هما الاثنين كائنات مزعجه جدا. نحطهم، نجهز العين، نحط عليها ايه شويه زيت. ده ثوم عادي ممكن نسيبه. هو ليه مفيش حاجه تتفتح بسهوله يا جدعان في البرنامج ده؟ ما انا بشوف يعني برامج الطبخ، الراجل بيعمل كده، بيفتح الحاجه يعمل كده في نقطه زيت وقعت هنا. طبعا اسماء ممكن تشلوحني عليها. لو سمحتوا محدش يعدل عليا في البرنامج. انا مش عامل برنامج طبخ عشان ايه حد يعدل عليا. كده الزيت تقريبا جاهز. نبتدي نحط عليه الثوم ولا ايه؟ طبعا دلوقتي بقى ايه احلى صوص. مش محتاجين قلم ورقه، لان اهم حاجه في الشغلانه دي الخيال والسنس زي ما قلت قبل كده. والرول الثالثه اللي هي الاساسيه، ان البني ادم بياكل بعينيه، لازم تبقى لونها كده ايه كراميل. بعد كده عندنا العجينه دي سهله طبعا جدا. هنستنى، احنا دلوقتي ناس محترفه، فاكيد مش هستنى الزيت عشان نعمل العجينه. نبدا في العجينه محتاجه ايه سنس. فطبعا العجينه فيها دقيق، يعني ميك سنس. دي النيله السود. مش هنعمل ميني بيتزا يعني زي اللي بنجيبها من الفرن دي، بس انا هعملها لكم بس بالطريقه الايطاليه. طبعا ما ننساش نقلب الكراميل بتاعنا، البصل لحد ما يبقى لونه كراميلا. مكونات العجين اللي هي ايه، انا اي حاجه الاقيها احطها كده. واحنا قلنا ده طماطم مالناش دعوه. ثواني هنحط زبادي. طبعا اتعلمنا من الدرس اللي فات مش هنعمل بان كيك كبيره، هنعمل بيتزا صغيره عشان ايه نعرف نشقلطها. بس اعتقد ان انا محتاج، ما هو العجينه محتاجه برضو نلفها، فدي هحتاج ان انا ازود شويه. نخلط المكونات مع العجين معا، العجين حتى يتماسك. ما هو بيتهيألي متماسك كده. يلا بينا. دي بقى ناخد حته عجينه كده، ريحتها زبادي شويه بس مش مشكله. افردها فين؟ هي دي العجينه. طبعا بنعملها ده كده، عمرها ما هتتماسك ولا عمرها هتتعمل. اهم حاجه الطبخ تكمل. ده لسه لونه ما قلبش مش مشكله. نحط الفراوله عليه، طماطم ننقذه. بعد كده نحط ملح وفلفل، ده طبعا بالسنس. العجينه جاهزه،
الصوص جاهز، نحط العجينه على الصوص يعني، ولا الصوص على العجينه. طب احنا هنعمل ايه؟ جايبينها نفرده في صينيه نضيف. يا لهوي، هنحط ايه؟ البيتزا على الصوص. هي البيتزا بس هتبقى معوجه يعني، العجينه هتبقى فوق والصوص هيبقى تحت. عادي عادي، الاختلاف موجود يعني. العالم البيتزا الطليان لما عملوا بيتزا كده ما حدش قال لهم انتوا ليه عملتوا كده، عادي. خليني اجرب بس يا كابتن، خليني هعمل بيتزا جديده. بيعملوا سندوتشات كشري دلوقتي، اشمعنى انا ما اعملش بيتزا العجينه من الصوص من تحت؟ وفي فرن؟ ايه الحوار؟ انتوا ايه عايزين ايه؟ استنى، انت شفتها طيب؟ المهم عادي، زي ما وصلنا زي ما جربنا بان كيكس وفشلت، نجرب بيتزا وتفشل ونكمل تاني. هي دي الروح اللي عايزينها لاي شيف مستقبلي يعني. انا عايز الناس تتعلم مني، تبقى عارفه ان انا مش بتكلم طبخ، انا بتكلم تنميه بشريه بس. ويلا ناكل بيتزا بقى عشان فعلا جوعت.